عليكم، ازيكم في بارت 4 من ازاي تعمل ديور على برنامج بلندر. طيب، في البارت دوت احنا هنعمل 3 حاجات. الحاجة الأولى هنحط اللوجوز على البرفيوم، على اللي هو الإزازة بتاعة البرفيوم. هنحط اللوجو بتاع ديور، وهنشوف ازاي مثلا آه، بنحفر الاسم على هنا. يعني احنا هنعمل كالآتي. بص بقى وركز معايا. بص، احنا هنشوف هنشوف ازاي هنحفر اسم ديور على اللي هو بيبخ البرفيوم. تمام، وهنشوف ازاي هنلزق طيب، بص بقى، ركز معايا. شوف احنا اول حاجة هنعملها ايه. اول حاجة هنعملها هنشوف ازاي هنحفر اسم ديور على اللي هو بيعمل اللي هو بيطلع البرفيوم او البخاخ بتاع البرفيوم، سبراي يعني. حلو. وهنشوف ازاي هنحط او هنخلي كلمة ديور طالع منها كده، ونحطها على الازازة. وفوق في الغطا هنشوف برضو ازاي هنحطه هنا. وفوق هنشوف ازاي هنحط ال او هنحفر الاس او السي دي على الغطا من فوق. سي ديت معناها او اختصار لكلمة كريستيان ديور يعني. تمام، ديت هي اسم الشركة، انما اسم البرفيوم نفسه او الموديل بتاع البرفيوم اسمه ديور هوم. تمام، بس كده دوت اول حاجة هنعملها. تمام، تاني حاجة طبعا هنعملها الإضاءة. وآخر حاجة خالص هنشوف ازاي بقى هنعمل الموشن. بس هو الشغل كله بس هيكون في ازاي نحفر الاسم على الاوبجكت بتاعنا او على البرفيوم بتاعه. كده كده الموضوع سهل، بس عايزك تركز معايا. نرجع بقى تاني للبروجكت. طيب، بص بقى، اول حاجه هشغل السكرين كي عشان تعرف انا بعمل ايه بالظبط يعني. ممكن نخليه منه كده بس. ممكن نكبر الفون بس كده. بص بقى، هتدوس شيفت اي، او مش هتدوس شيفت اي، يعني انت هتروح عند فايل. بص، تروح عند فايل فوق، import. فين هتلاقي حاجة عندك هنا يعني اسمها اس في جي او scalable vector graphics. تمام، هتلاقيني حاطط لك التو لوجوز دولت تحت في description، او التو ليبلز دول. تمام، احنا هناخد، تعالوا مثلا نعمل كلمة ديور الاول. هي كده المفروض اتحطت هنا. تعالوا نقفل الكوليكشن ده، وممكن عشان نسمي الكوليكشن ده مثلا، انا مش شايف ديور. لا مش ده. نرجع دوت مثلا نسميه all. نسمي ده، نسمي كلمة اس في جي موجودة، ونسمي دوت ديور بس. تمام، طبعا لو ما لقيتوش موجود طبعا تقدرش تعمل كده كتير يعني. عشان تبقى بروفيشنال هتروح عند الكوليكشن نفسه، توس رايت كليك، تنزل 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 عند حاجة اسمها select objects. تمام، طبعا انت هتلاقيه تحت عندك هنا. لو انت مش لاقيه هو فين اصلا، دوس على حرف الذال وروح للفيو سيلكت، هتلاقيه راح لك عنده كده بالظبط. وهتدوس اس وتخليه كبير كده علشان ايه؟ يبان بالشكل ده. هتدوس ار اكس 9 وتطلع بيه لقدام. دوس جي واي. حلو، وتدوس جي اكس وتيجي هنا تطلع لفوق بالشكل ده. طبعا احنا هنحطه في مكانين. لو لقيت المكان بتاع السكيل في اي حتة بعيدة، تمام، اللي هي البوينت الاورنج ديت، هتدوس رايت كليك، سيت اوريجين، او هتختار مثلا اي حاجة في النص، سيت اوريجين فول بس كده. فول بس كده تمام. طيب، هتقوم دايس اس، هتصغره كده، وتقوم حاطط هنا بالشكل ده. هي بتكون موجودة تحت هنا بالشكل. طبعا هي مش بتكون كبيرة زي ما انا كنت عاملها. تمام، بس يعني انا كنت عاملها كبيرة بس عشان تبان في الريندر. بس ممكن نخليها كده كده ايه، صغير، عشان تبان ان هي حقيقية. انا اقصد كده بقى. طيب،
رايت كليك سيلكت اوبجكتس، نطلعها قدام شويه. طبعا خلي بالك لانه الاس في جي دايما بيكون في الكيرف مود، تمام؟ فاحنا عايزين كل دوت يكون مش مود، فانت هتقوم select all objects right click convert to mesh. بس كده، دوت كده بقى مش دوت مش طيب. عشان نعرف نتحكم فيه اكتر. حلو. right click select all objects. ممكن تخلي مثلا الاوبجكتس كلها تكون رابطه في بعض، فهتدوس كنترول جي، تمام، وتدوس اس، وعشان تتأكد ان هو لزقت في الازازة بالظبط هتروح فوق هنا عند السناب وهتختار من هنا الفيس وتدوس جي واي، هتلاقيها لزقت بالظبط، تمام. فعشان ما تعملش معاك كده هتدوس عند التاب، هتروح تاب اي اي وتطلع بيها سيكا لقدام. طبعا بس هتلغي السناب الاول. حلو. وتدوس اي تطلع بيها سيكا لقدام بالشكل ده، تمام. تمام. طبعا انت ممكن تغير اللون، هنخليه سيلفر، فانت هتقفل ده نيو سيرفيس، هتخليه جلوسي بالشكل ده، قلل الرفنس شوية، تقدر مود. طبعا هو مش باين هنا، هو مش باين قوي، فتعالوا لنا مثلا بالشكل ده. هو مش هيبان اكتر عشان لسه هنعمل بقى الاضاءة والورد بتاعنا، بس ممكن دلوقتي يعني نخليها كده بيض عشان بس يبقى باين. حلو. طبعا هناخد ده شيفت دي زد وتطلع بيها لفوق عند الغطا، هو بيكون في الازازة نفسها وفي الغطا. طيب بص بقى، آه كده احنا عملنا التو ليبلز في الازازة نفسها وفي الغطا. طبعا ممكن نكفر دي شوية، نصغر دي شوية بالشكل ده، تمام. كده فاضل حاجة واحدة بس، او مش فاضل حاجة واحدة بس، فاضل ان احنا نحط كلمة سي دي على الغطا من فوق. فانت هنجيب الغطا كده لوحده، نقول له تعالى يا استاذ غطا، وهنحط بقى الليبل او الشعار بتاع الكريستيان ديور فوقيه بالظبط، هنحفره على الغطا. هنحفره ازاي؟ تعالى معايا. بص، هتروح تاني عند فايل import svg، تختار اللوجو او الليبل اللي انا هسيبه لك تحت برضه في الديسكريبشن، طبعا هو هناك. تقوم دايس على select وعلى الغطا select 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 بس كده، وتدوس اس 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 وتطلع لفوق بالشكل ده، تمام. وتصغره شوية. طبعا هتدوس رايت كليك set origin to volume، تصغره شوية كده وتخلي لونه ابيض، عشان بس يبقى خليه ابيض مؤقتا، عشان كده كده اصلا احنا مش هنحتاج، انا بس محتاج اللوجو عشان احفره على الغطا. أنا بس بعمله ابيض كده عشان نشوف احنا بنعمل ايه. ادوس رايت كليك convert to mesh وتروح للفرونت فيو، تدوس تاب اي اي، تنزل بيه تحت شويه، وبعد كده تروح للسناب جي اي وتلزقه على الغطا من فوق. طبعا هو مش هيكون صغير كده، ممكن مثلا نص، وتدوس اس تكبرها شوية، كمان شوية، كمان شوية، بس بالشكل ده. حلو. طيب بعد كده بقى بص هنحفره ازاي على الغطا. طيب بص بقى، عشان نعرف نحفر كلمة سي دي على ال على الغطا بتاع الديور، اول حاجة انت هتروح عند الغطا، هتدوس رايت كليك convert to mesh. حلو. وبعد كده تروح للموديفايرز اد موديفاير، بعد كده هتختار حاجة اسمها following، تمام. وهتدوس هنا وهتختار بيها الاوبجكت بتاعك اللي هو كلمة سي دي، وهتدوس اتش. طبعا انت هتلاقيها شكلها مش مظبوط، فهتدوس رايت كليك شيد اودو سموث، تمام. بعد كده هتدوس تاب، هتختار
هيبقى عندك هنا تو فيسز بالشكل ده عادي. حلو. هتدوس على الفيس دوت subdivided وهتيجي عند الفيس هنا برضو هتدوس subdivided وهترجع هتلاقيها مظبوطة وهتدوس اتش هتلاقي الكلمة اتطبعت عندك. تمام. بس طبعا لسه مخلصناش، هتروح برضو عند كلمة الكريستيان ديور شيد اوتو سموث وهتروح عند اد موديفاير هتختار subdivision surface اد موديفاير بيفل وهتخلي البيفل فوق السبديفيجن عشان الشكل ما يكونش بايظ بالشكل ده. حلو. ممكن تزودها شوية كده، وبعد كده ممكن انت تخلي الاماونت مثلا 0.12 وبعد كده تدوس اتش. ترى عملنا حفرنا كلمة كريستيان ديور على الغطا. تمام. تعال مثلا نروح نشوف كده في الفيو بتاع مثلا ممكن نخلي دوت كده الجزء اللي فوق مش معمول ثانية. طيب انت هنا هتلاحظ ان الجزء اللي فوق هتلاقي فيه جزء معمول له الماتيريال جلاس والجزء اللي هنا مش معمول له ماتيريال جلاس. ولو دوست تاب هتلاقي عندك السي دي او الكلمة بتاعت السي دي موجودة عندك، فانت هتدوس عليها كده بس هو كليك. هتروح عند الماتيريال بتاعتك الماتيريال جلاس مثلا اللي انت عامله. حلو. مثلا انا عامله اللون الاسود فانت هتدوس assign وهنا برضه انا عامله اسود assign وهنا برضه assign. بس كده تمام. كده حفرنا كلمة كريستيان ديور على الغطا. تمام. تمام. تعالى بقى نرجع تاني للإزازة بتاعتنا. ممكن مثلا نشيل الإضاءة دي نجيب لايت بوينت أو بوينت لايت نخلي الراديوس بتاعها كبير شوية تطلع لفوق بالشكل ده وتزود الباور عشان نشوف الشكل العام عامل ازاي من فوق. نشغل الدي نويز مثلا بالشكل ده شكلها جامد. طيب كده احنا عملنا خلصنا الغطا. فاضل بقى نعمل الكلمة كريستيان هومي على ال السبراي او اللي هو الرشاش ده اللي هو فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي. طيب بص بقى، بعد ما حطينا او حفرنا كلمة كريستيان ديور على الغطا من فوق فاضل بقى ان احنا نعمل كلمة ديور هومي على الجزء دوت من التري. فهتدوس سلاش وتدوس فرونت فيو وتطلع فوق فوق. حلو. بعد كده هتدوس شيفت A تكست هتدوس ار اكس 90 وتطلع بيه لفوق بالشكل ده. تدوس جي واي هنا كده. حلو. جي واي ترجعه لورا شوية وبص بقى ركز معايا هنا هتلاقي في كلمة A هنا في عندك كلمة فونت تروح عندها وهنا انا هسيب لك لينك الفونت بتاع ديور تحت في الديسكريبشن وتقريبا هو مش هيبان هنا فانا هروح اجيبه اهو. هو اسمه او بي تي اي تقريبا نافال. تمام. فهو ده الفونت يعني هتدوس اوبن فونت وهتروح قدام كده وهتغيره هتكتب هتفتح الكاف تكتب ديور بس كده وتدوس شي اكس مثلا وهنا تصغره شوية سيرفيس او ماس وتصغر شوية كده وتصغر كمان شوية كده تصغر كمان شوية كده بالشكل ده وتبدأ ان انت ترجعه لورا. تمام. وهتدوس رايت كليك وهتعمل له convert to mesh وهتروح هنا لل modifiers add modifier هتختار حاجة اسمها deciment او decimite. تمام. وهتختار البلانر بالشكل ده وبعد كده تدوس ابلاي عشان يخلي لك الفونت مور يعني مور كلير يعني. حلو. بعد كده هتقوم رايح برضه عند اد موديفاير فوم shrink work وهتختار
الجزء اللي انت عايز يلزق عليه، بس انت هتلاقيه شكله بايظ، فهتروح للورب ميثود بروجكت. من بروجكت هتختار نيجاتيف، وتبدأ انت مثلا تخليه كده 4 مثلا بالشكل ده. حلو. وبعد كده add modifier generate solidify. تمام. وهتطلعه لفوق. خلاص نزله تاني بالشكل ده. حلو. كنت بطلعه لفوق لما بعمل ابلاي، بس مش عايز اعمل ابلاي دلوقتي عشان هنعمل حاجة دلوقتي. اوفست هتخليه، هتزوده شوية بالشكل ده، هتخليه على الاخر، وتخلي الثيكنس ممكن تخليه مثلا كده، وتدوس رايت كليك set origin set origin ايه shade auto smooth بالشكل ده. حلو. وهتدوس جي واي وترجع بيه لورا. تمام لحد ما يرجع لورا بالشكل ده. تقوم رايح بقى للسبراي بتاعك اد موديفاير، فاكر بقى البوليون هنختاره تاني. حلو. وهتختار كلمة التكست بتاعتك، وهتدوس اتش هنا. طيب بعد ما دوسنا اتش هتلاقي ان الدنيا عندك يعني هتلاقيها بايظة كده، فانا عندي هنا هطلع البيفل فوق البولوين تكون الدنيا مظبوطة شوية. فممكن مثلا لو دوست هنا اعمل البيفل ابلاي، بس قبل ما اعمل ابلاي دايما لازم اعمل نسخة منه. دوس شيفت دي واخفي خالص، دوس اتش هنا عشان لو حصلت مثلا في حاجة الاقي في نسخة تانية معملوش من الاول. تمام. فهتدوس ابلاي للبيفل وابلاي للبولوين، وهنا بقى هنظبط الدنيا. هتدوس كنترول ار هنا كده مثلا، تبدأ ترفع الجزء ده لفوق. حلو. تدوس الت وتختار الجزء ده وتنزل تحت كده، تختار الجزء ده ترفعه لفوق برضو كده بالشكل ده. تمام. ممكن الجزء ده نشيله dissolve edge كده الدنيا ايه مظبوط. طيب بعد ما طبعنا كلمة ديور رمي على السبراي، في برضو حاجة لازم نحفرها فوق الغطا هنا اللي هي كلمة كريستيان ديور. فهنجيب ده كده هنا لوحده ونشغل الكيرف تاني. تمام. هنا وهنجيبهم هما الاتنين مع بعض، وتصغر ده خالص كده وتنزله لتحت، وتشغل سناب وتدوس جي زد وتخليه هنا كده، وتقفل السناب، ممكن تخليه في النص مثلا هنا كده. طبعا هو بيبقى صغير كده مثلا، وتقوم منزل دوت لتحت شوية. تمام. وهنا بقى بتعمل نفس الحوار، بتروح هنا عند البولوين وتختار الكيرف بتاعك وتدوس اتش. تمام. كده احنا حطينا الكريستيان ديور على اللي هو بندوس عليه دوت وبيطلع السبراي. تمام. كده احنا خلاص خلصنا اول بارت خالص. حلو. تعالوا بس نظبط الجزء ده عشان انا بحركها اتحركت من مكانها، وننزل دوت كده ايه لتحت بالشكل ده. تمام. كده احنا خلاص خلصنا الجزء الاصعب اللي هو بتاع النحت على، او مش النحت يعني ان احنا، او بيديله يعني اللي هو الشكل اللي هو بيكون محفور كده. بيكون مثلا جايب اوبجكت وعايز الاوبجكت دوت تحفره على اوبجكت تاني، هو ده دوت البوليان في بلندر يعني. تمام. يعني هما بيتحدوا مع بعض، بس بيكون في شكل حفر على الاوبجكت التاني. طيب بعد ما خلاص خلصنا الحفر بتاعنا على او البوليان على الاوبجكت بتاعتنا،
يلا بقى نخش في الإضاءة والحركة وكده، نكون خلصنا إزازة ديور، وهيكون فاضل حاجة واحدة بس، وهي الرشة اللي هي اللي هي دي. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. بص بقى، خلونا أول حاجة نعمل الورلد بتاعنا أو اليونيفرسيتي باك دور بتاعنا اللي هو ده. تمام. أنا في عندي واحدة محملها، وفي عندي هنا البلندر كيت دوت برنامج حلو. ممكن برضو هتلاقي في ال HDRs بتاعتنا، فممكن تختار اي واحدة منهم. ممكن مثلا تليق على مثلا شكل الإضاءة بتاعك، ممكن مثلا تختار ده. تمام. بس قبل ما تشغل انت هتروح هنا، هتختار حاجة اسمها environment texture، وتدوس على مثلا على اي واحدة فيهم، فهتلاقيها اشتغلت معاك عادي خالص. لو مثلا حبيت ان انت تختار مثلا فري مثلا، نختار حاجة مثلا تليق عليه. طبعا الباك جراوند اللي ورا ديت مش هتبقى موجودة، فعشان تخفيها بتروح عند render properties، وبتنزل تحت وبتختار حاجة اسمها فيلم، ومن فيلم حاجة اسمها transparent glass دوت بيتشغل. حلو. وممكن بقى تفضل تدور كده، مثلا شوف ده مثلا. تمام، مثلا بالشكل ده. فممكن انا محمل عندي هنا واحدة، هي ديت، ممكن نختارها، سيبها لك تحت في الديسكريبشن. طيب، تعال بقى نعمل الإضاءة. عشان نعمل، تعال بس نشغل هنا دوت كده شوية، نجيب مثلا بوينت هنا، وتيجي عند light properties أو light data، تخلي الراديوس بتاعها كبير شوية، وتخلي الباور عالي. تجيب واحدة هنا، دوس شيفت دي، وتجيب واحدة هنا، شيفت دي، وتجيب واحدة قدام، شيفت دي، واحدة فوق بالشكل ده، بس لفوق تقربها شوية. تمام، بالشكل ده. برضو ممكن تزود دوت، مثلا ممكن تخليه 3000 مثلا، تخلي اللي فوق 2000 مثلا، وتخلي اللي على الجنب دوت 2000 برضو بالشكل ده. طبعا لو انت عايز تحط باك جراوند ممكن تحط، بس انا هخليها يعني كده بالنسبة لي احسن. يعني ممكن حتى تخلي الباك جراوند لونها بلاك مثلا بالشكل ده، بلاك كده مثلا، كده بالشكل ده. تجيب طبعا الكاميرا تبقى معاك مثلا بهذا الشكل، وممكن تشغل او تلغي سوفت فلاتر. تطلع دي مثلا كده لقدام، تطلع دي مثلا كده لفوق، وتزود دي شوية. تمام، بحيث مثلا نجيب دي على جنب، ونخلي الريديوس بتاعها عالي. ممكن نخليها 4000، أو ممكن نخليها 4000 مثلا بالشكل ده كده مثلا. بس يعني انا بصراحة بالنسبة لي ممكن اشيل الباك جراوند، مش محتاجها. هو كده بالنسبة لي احسن وافضل. طبعا ممكن ينزل ده كده ايه لتحت. طيب، كده احنا عملنا اللايتس. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل الحركة بتاعتنا. يلا بينا. طيب، بص بقى عشان نعمل الحركة بتاعتنا، اول حاجة هترجع عند فريم 1، وتروح عند الكاميرا بتاعتك، وهتقف مثلا بالشكل ده مثلا. حلو. بس قبل ما تروح عند الكاميرا هتدوس شيفت A، وهتجيب كيوب. تمام، وهتدوس اس وتخليه فوق بالشكل ده. ترجع تاني للكاميرا، وهتدوس على الكاميرا وعلى الكيوب، وتدوس كنترول بي اوبجكت.
هنبدأ نتحكم في الكاميرا من الكيوب نفسه. حلو. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتدوس اي وتطلع مثلا عند فريم 20 مثلا، وتدوس ار وتلف مثلا نص لفة كده، تدوس اي تروح مثلا عند فريم 40 وتدوس ار وتلف مثلا بالشكل ده كده. او ممكن نبعد ده مثلا ورا كده شوية. حلو. بعد كده تقوم رايح بقى ايه عند الكاميرا عند فريم 1، وتقوم مقرب مثلا كده مثلا، وتدوس اي، ومثلا وهو بيلف هنا مثلا تقوم بعد بالشكل ده. تمام. ممكن مثلا نأخر ده ورا عند فريم 70 هنا، ممكن مثلا تعمل كده. تمام. تعال بقى نشوف الحرب. ممكن مثلا بعد شوية بالشكل ده. ممكن بقى يعني وهي بتلف هنا كده مثلا عند فريم 20 تقوم طالع وماسك الغطا مثلا. بس أهم حاجة تقوم راجع تدوس هنا اي. احنا ممكن نربط يور كيرف كنترول اي كيب ترانسفورم. كيب ترانسفورم. نرجع نرجع هنا كنترول بي كيب ترانسفورم اه بالشكل ده. حلو. هتدوس اي تقوم مثلا آم، عند في الحتة دي مثلا هو بيبان كده، تقوم دايس جي زد تطلع بيها لفوق مثلا، تبقى بالشكل ده. بس عايزينه بس يبان. فهتروح عند اول فريم وتعمل منه شيفت دي وتطلعه لقدام شوية مثلا كده. بس طبعا مش عايزينها بسرعة كده، ممكن تبقى هنا كده مثلا عند فريم 50 بالشكل ده. ممكن هنا كده مثلا كده. تمام. مثلا تبقى بهذا الشكل. طيب كده احنا خلصنا الانيميت، فاضل بقى حاجة واحدة اللي هي السبراي. تعال نشوف هنعمله ازاي. موضوع سهل اوي. تمام. هو بقى بيطلع كده مثلا، يقوم واخدين دوت. طبعا هنحط اي ونقوم مثلا جايين هنا مثلا، نرجع للكاميرا هنا مثلا، يقوم نازل. ممكن يقعد شوية وهنا يقوم طالع كده. تمام. و تعالوا نرجع مثلا للفيو نشوف شكله عامل ازاي. وبس كده دوت كان نهاية الفيديو، وديت هتكون آخر فيديو في ازاي تعمل ازازة ديور على برنامج بلندر. رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى اللايك وسبسكرايب. كان معكم يوسف من قناة بلندت ات، وسلام.